اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباح الفل والورد والياسمين على أحلى صحبة وأحلى ناس حلوين. هنعمل إن شاء الله كده روستو اللحمة بالبطاطس، من أسهل الوصفات يا جماعة هتعملوها، ومش هتاخد معاكم وقت، ولا هنسلق ولا هنحمر. هنعملها كده في الكيس الحراري بأسهل طريقة، ونفس الطريقة دي بالظبط ممكن تحطيها في طاجن وتزقيها في الفرن أو صينية. يعني بالشرط ان انت لو عندك يعني عندك كيس حراري او ما عندكيش، ليه حلول تانية. بالشرط ان انت يكون عندك الكيس الحراري ده، ممكن ما يكونش في الحتة اللي انت قاعدة فيها بيتباع الأكياس دي، فممكن تعملي نفس الطريقة ديت وتحطيها في طاجن وتحطيها في الفرن او الصينية المتاح عندك. انا جبت كده، اللهم صل على النبي، انا جبت كده معلقة زيت وحطيت فيها كمية من اللحمة المتاح عندك. عندك نص كيلو حلو، عندك كيلو مبروك عليكي. كمية اللحمة الموجودة عندك انا حطيتها كده وهشوحها شوية في معلقة الزيت اللي انا حطيتها، وهتقلبي فيها كده بالطريقة اللي انت شايفاها دي بالشكل دوت. هنقلب فيها شوية وممكن بنفس الطريقة تجيبي تكون فراخ او اوراك، تعمليها كده بنفس الطريقة برضو، تشوحيها شوية تديها لون. هننزل بقى مكان اللحمة، طبعا هنشيل اللحمة، هننزل مكانها بالبطاطس، هنشوح فيها كده شوية بحيث ان هي تاخد طعم اللحمة كله يبقى في البطاطس. وهندبل البطاطس شوية تقليبة بس خفيفة كده، وتقطعي تخرطي البطاطس بنفس السمك ده. هنقلب فيها شوية كده بحيث ان هي تاخد طعم اللحمة كله اللي في الطاسة. هننزل بقى ببصلة كبيرة متقطعة جوليان كده، او بصلتين يعني متوسطين، والطماطم برضو هنقطعها برضو جوليان كده. وهنجيب اللهم صل على النبي، هنجيب برضو فلفل رومي على حامي، وممكن فلفل رومي بس لو مش بتحبي الحاجة تكون سبايسي شوية. هنقلبها شوية كده معاها، وهننزل عليها بالملح والبهارات. هنحط معلقة ملح، ونص معلقة كمون، ونص معلقة فلفل اسود، ونص معلقة كزبرة. وهنقلب الخليط كله مع بعض، وهنحط معلقة من السكر عشان برضو الحموضة والمزازة بتاعة الطماطم. انا جبت حبايتين من الطماطم كده، هجيب حبايتين بعد ما انزل باللحمة كده واقلب الخليط كله مع بعض، وهجيب حبايتين من الطماطم وهضربهم في الخلاط، وهنزل عليها يعني هنزل على الخليط ده بمقدار كوباية من الطماطم بالشكل ده اهو. ممكن لو مش عايزة تحطيها، عايزاها تبقى كده يعني، ممكن تحطي كوباية من المية او كوباية من الشوربة بدل الطماطم. طبعا انا حطيت كوباية بس عشان الخضار هينزل ميته. هنحطها بقى في الكيس الحراري ونربطه كده بالقفل بتاعه، ونفتح فيه فتحتين 3 كده، هنوزعه كده في الكيس فتحتين 3 كده، ونحطه في الفرن على درجة حرارة 200 لو عندك الفرن بدرجات حرارة على اعلى درجة. هيقعد معاكي حوالي من نص ساعة لساعة الا ربع، وتطلع بالشكل الجميل ده. بألف هنا وشفا يا رب، بألف هنا وشفا. واللحمة يا جماعة دايبة دوب، دايبة دوب، بألف هنا وشفا يا رب.